السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي وأحبابي ومتابعيني في كل مكان. إزيكم عاملين إيه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. كل عام وحضراتكم جميعا بألف خير وسعادة بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا جميعا مسلمين ومسيحيين باليمن والبركات. النهارده كان في مباراتين مهمتين، آخر بروفة للفرقتين. إيه ده شعر، يلا ما علينا. الزمالك والاتحاد والاهلي وفريق زد اف سي. مباراة الزمالك والاتحاد، هنبتدي بمباراة الزمالك والاتحاد. مباراة الزمالك والاتحاد على الرغم من اني انا تحديدا ما شفتهاش بصفة دايما، يعني على فترات متقطعة، ان انا كنت متابع مباراة الاهلي وزد اف سي، وبنقل شوية كده اشوف الدنيا عاملة ايه في الزمالك والاتحاد. ولكن الزمالك قدم مباراة رائعة، قدم وجبة كروية دسمة، أسفرت على فوزه على الاتحاد بثلاثة أهداف دون رد. أحمد سيد زيزو أحرز هدفين، وناصر ماهر أحرز هدف، والهدف الثالث بتاع أحمد سيد زيزو هدف عالمي كله فكر كروي وحرفنة، وزي ما أنت عايز تقول قول. الزمالك النهارده بيقول أنا جهزت للقاء يوم الاثنين الجاي مع الأهلي. مش هنقول بقى لقاء قمه، لان هو مش لقاء قمه، احنا متفقين لقاء قمه ده يبقى بين، ولكن والله يعني بس احنا بنقول ان الاهلي لسه عنده 8 مباريات مؤجله يعني، ومع ذلك هو في المركز التاسع، فاعتبر لقاء قمه من تحت يعني. بيقول انا وانا جاهز وهاتولي الاهلي وانا سخن كده عشان اكمل على الاهلي واكسب واعمل الشغل والحركات والبتاع. نيجي على الجانب الاخر، الاهلي وزد اف سي. الاهلي ياتي متاخرا جدا ويلحق اخر باب، مش اخر عربه، اخر باب في العربه الاخيره من قطار الفوز، ليقتنص منها 3 نقاط مهمه جدا 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 وغاليه، وكان الاهلي في احتياج شديد ليها على يد، والاحرى على قدم وسام ابو علي في الدقيقه 89. انتوني موديست بيعمل له اسيست كده في خطوه، وباحلى حاجه يعني اسيست فيه حاجات كذا حاجه. الاسيست ده ادى الكوره مهدها كده لوسام ابو علي، وزنق في ظهره المدافع وقفل الرؤيه على علي لطفي، اللي خلت وسام ابو علي يلعب الكوره بكل اريحيه في الزاويه البعيده عشان يطير عليها علي لطفي، وما اثرش. اللي النهارده عمل مباراه فوق الرائعه وحافظ على شباكه لغايه اخر دقيقه في المباراه، وضيع على الاهلي فرصه احراز اكتر من هدف. ده علي لطفي مش جنش، ما علينا. ليحرز الهدف الاول والاخير في المباراه وسام ابو علي، واقتنص بهم هدف يجيب بيه 3 نقاط. ولكن الاداء مش في احسن حاجه. التشكيل اهم حاجه في المباراه النهارده، في التشكيل عمر كمال عبد الواحد. عمر كمال عبد الواحد حطه في المكان المميز ليه، مش هقول لك في مكانه، لان عمر كمال عبد الواحد جوكر بيلعب في كل الملعب. شفناه النهارده بيلعب باك يمين، وينج يمين، باك شمال، وينج شمال، بيلعب في منطقة الصندوق، واخد كل الاماكن وبيلعب مستريح. ولكن النهارده الاهلي برضو بيفتقد للشيء، ورغم ذلك فأنا عم حسن متفائل. ليه متفائل؟ جرت العادة، ولكن الكلام ده مبقاش أساسي، ده مجرد تفاؤل. جرت العادة إن المباراة الأهلي والزمالك، الفرقة اللي بتبقى تعبانة ومؤدية المباريات اللي قبلها أداء سيء هي اللي بتنتصر، هي اللي بتكسب. ولنا في ذلك اخر مباراة، مش هنقول بتاعة الكاس بقى، هنقول في الدوري. بتاعة الدوري اللي كانت بين الاهلي والزمالك، كان قبلها الزمالك ملاعب المقاولين كسبان 6-1. الاهلي كان اداؤه في المباراة اللي قبلها، اللي هي قبل الاهلي والزمالك، كان تعبان،
والتقوا الاهلي فاز 4-1 لو نفتكر. فبرضو ده مش مقياس، ولكن ده مجرد تفاؤل. ولكن الكرة تعطي لمن يعطي، لمن يجتهد، لمن يثابر ويلعب بكل حماس للنيل الثلاث نقاط اللي هيفرقوا كتير قوي. يعني اللي هيكسب من مباراة الأهلي والزمالك الثلاث نقاط هيقفز بيهم لمراكز كتير قوي، وهيوسع، يعمل جابة كبيرة قوي بينه وبين الفرق التانية. طبعا أتمنى من كل قلبي الفوز للنادي الأهلي في المباراة القادمة على نادي الزمالك، ولكن برضو هرجع وأقول يظل المجتهد واللي هيدي عطاء أكثر في الملعب هو صاحب النصر بإذن الله. وانا مش عارف ليه عندي احساس ان المباراة الجاية دي هتطلع درون تعادل، مش عارف ليه. ولكن طبعا انا اتمنى فوز الاهلي باي حال من الاحوال. حابب اقول ان واضح جدا ان مارسيل كولر اه اتقرص واتسبغ، باللغة البلدي بتاعتنا اتسبغ من بعد المباراة بتاعت الاتنين اتنين اللي فاتت، اللي طلعنا منها متعادلين 2-2. حلوة يعني، الحمد لله ان احنا طلعنا متعادلين 2-2. واضح انه اتسبغ وتروق من الكابتن محمود الخطيب. مش هقول من لجنة التخريب الكروي لان دي لجنة فاشلة عفى عليها الزمن، وهتلاقوا المكتب بتاعها كله مليان عناكب وتراب وبتاع وكلام من ده كله. ان شاء الله نتمنى لقاء يكون قوي على مستوى الفرقتين. الاهلي نادي القرن الافريقي، اكبر نادي في القاره الافريقيه والوطن العربي والشرق الاوسط، وفريق نادي الزمالك الذي يحاول ان يعود الى مكانه الطبيعي. مكانه الطبيعي مش المركز الثاني اقصد، يعني لا، مكانه الطبيعي ان هو يبقى وصيف الكرة في مصر بعد النادي الاهلي. ونتمنى ان احنا نستمتع يوم الاثنين الجاي بمباراة تليق بالفرقتين، واتمنى من كل قلبي فوز النادي الاهلي، وتنتهي ان شاء الله النهارده المباراتين بفوز الفرقتين. اللي ده مش هيحصل في مباراة يوم الاثنين، لازم فرقة منهم تفوز او يطلعوا درون يعني. ان شاء الله نتقابل في خلال الفترة دي في عدة لقاءات بيننا وبين بعض الى ان يحين اللقاء المنتظر. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.